في حته الارتباط والمشاعر دايما احنا بيلام علينا وبنتهم ان احنا طول الوقت عارفه كلمه ايه، انا مش حاسه بالامان. انا دايما عندي احساس ان الكلمه دي ابعد من الموقف نفسه، من الارتباط او من الشخص اللي قدامي. مش بقول لك انت، على فكره انا بقول لك بشكل عام. انا عندي مشكله مع الامان يا استاذ، يا كابتن. انا عندي يا مستر. مشكله يا مستر بالظبط. يعني انا اصلا عندي مشكله مع الامان ليها علاقه بان المجتمع مش محسسني بالامان. فانت هتيجي انت كمان تغزلني، مش شايفني تعبانه، مش داخله ما هو تعبانه. بالنسبة لي بتبقى الصورة هي صورة مصغرة وصورة أكبر. أنا لا قادرة أحس بالأمان في الصورة المصغرة ولا قادرة أحس بالأمان في الصورة الأكبر. فإزاي هقدر أتعامل بأريحية وباطمئنان في سايدز لا بيجيلي من هنا ولا بيجيلي من هنا؟ أنا هجيب الأمان منين؟ أقول لك حاجة عشان نكون منصفين برضو، دي أعتقد راجل وست. راجل يعني وست عشان طبعا. نكون منصفين، لا راجل وست طبعا. أنا ساعات بيصعب عليا، يعني بحس إن هو بحس ساعات إن الراجل عايز يرد يقول لك صدقيني ولا أنا حاسس بالأمان، بس هو مش عارف يقولها لك. بس هو أدينا بنجرب. بالظبط. لكن هو نفسه يقول لك أنت عايزاني أحسسك، والله العظيم أنا نفسي مش حاسس بالأمان. يعني أنت عايزاني أحسسك بالأمان إزاي؟